حبايب قلبي منورين الدنيا والله. النهارده بقى تعالوا مع بعض نعمل البسيسه الحلوه دي. مش هتاخد منك اي حاجه خالص، مقاديرها سهله وبسيطه جدا وهتقومي تعمليها على طول. يلا بينا بقى. طبعا انا جبت معاكم المقادير اهي قدامكم. دي كوبايه سكر، ودي كوبايه سمنه على زيت، نص سمنه ونص زيت، ودي كوبايه برتقان وكوبايه لبن، وده بشر البرتقان، وده بيكربونات. هقول لكم على كل حاجه. ودوت كيك شيف وفانيليا وتلات بيضات موجودين معايا. وده كوبايتين دقيق ذرة، ومعايا كوباية دقيق من الأبيض متعدد الاستخدامات. جينا هنا ضفنا كوباية السمنة على الزيت أول حاجة كده، وهنحط عليهم التلات بيضات، سهلة ومفيهاش أي حاجة. ونزلي عليهم بكوباية السكر، أنا بحبها مسكرة شوية، هحط لها نص كوباية تاني. خلي بالك من المقادير. وعليهم كوباية اللبن على طول. كل اللي انت شايفاه ده احنا هنضربه مع بعض، ما تقلقيش. حطي كل حاجة واحنا هنضربها مع بعض على طول، يا في الخلاط يا بالمضرب. انا جيت اضربها من المضرب ما عجبتنيش، حطيتها في الخلاط. ان الطريقة دي كانت احسن، وضفت عليها كوباية البرتقال. شايفين سهلة ازاي؟ وبتاعة الكيس الفانيليا ديت تحطيها عليها على طول، مش هتاخد معاكي اي وقت. البسيسة يا جماعة ما تتعمل في الخلاط طلعت احسن 100 مرة. جربت قبل كده ان انا اعملها على المضرب ما طلعتش حلوه. معلقه الكربوناتو دي بتخليها تحفه، وشويه خل، هما دول التركايه كلها. معلقه الكربوناتو وشويه الخل وبشر البرتقال، ضفت كله في الخلاط. واضربي بقى يا شيماء. انا جبتها لكم وانا بضربها اهي عشان اوريكم شكلها عامل ازاي. خلاص انا كده خلصتها وضربتها، فضيتها معايا بقى عشان نحط المقادير التانية. ضفت كوبايه دقيق البسيسه وكوبايه الدقيق العادي، وهحط عليهم نص كيس البيكنج باودر. مرضتش انزل بالمقادير كلها مره واحده، وهبتدي ان انا اقلب. وهضيف عليها كوبايه دقيق بسيسه تاني، يعني لو ربع كيلو دقيق بسيسه حطيه على الصينيه اللي انا هوريها لك دي، بيبقى ربع كيلو دقيق بسيسه. وتنزلي عليهم ببقيه الكيس بتاع الكيك شيف ده. يا جماعه جميل قوي، احلى 100 مره من البيكنج باودر، انا حباه بصراحه. واضربي بقى بالمضرب، دخلي كل المكونات دي ببعضها، هتبقى معاكي تحفه زي ما انتوا شايفين، خطوه بخطوه. اضربي كويس قوي. لما تعمل فقاقيع معاكي كده اعرفي ان العجينه بتاعتك دي هتطلع ناجحه. وجبت الصينيه بتاعتي دي ورحت دهنها سمنه وشويه دقيق، ونزلت عليها بكل الخليط اللي انا عملته ده. والفرنه تكوني مولعه عليها وسايباها. لازم الفرنه بتاعتك تكون سخنه، اوعي تكون بارده، هتاخد معاكي وقت جامد وهتهبط مني. ولعي الفرنه من قبل ما تشتغلي. سويتها خلاص. ريحه وطعم وجمال ولون، مهما اقول لكم يا جماعه الكاميرا بتاعتي مش جايبه كل حاجه، انما هي طلعت بصراحه. العيال ما رضيوش يستنوا حتى، طب استنى اما تبرد. شايفين؟ بص انا بحطها بتطلع دخان، مولعه نار. عايزه اقول لكم لما بردت كانت احلى 100 مره. بس انا كان عندي وحوش هنا مش قادرين يستنوا، قلت لهم لا ما بدهاش بقى، انا هحطها عشان اعرف اصور لكم. شايفين المنظر؟ اكيد بيتحدث عن نفسه. والله طلعت يا جماعه تحفه. شايفين علوها قد ايه؟ والسمك بتاعها والريحة كانت رهيبة. ان هي بالبرتقان، بسيسة البرتقان طلعت تحفة. بسيسة البرتقان يا جماعة من انجح الوصفات. اوعي تنسيني في لايك واشتراك في القناة.